أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واصل بإذن الله تعالى حيث كنا قد توقفنا قبل الصلاة. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الناس والإمام صحوة قدر ما إذا وصل حانت الصلاة، وليس فيها أذان ولا إقامة، فيصلي ركعتين يقرأ فيهما جهرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. نعم. بس. قال رحمة الله عليه: باب في صلاة العيدين. وصلاة العيدين كما قال عنهما رحمه الله تعالى هنا أنهما سنة واجبة. وقلنا بأن الشيخ رحمه الله تعالى يستعمل هذا الاصطلاح ويريد به السنة المؤكدة. فالسنن المؤكدة عندنا في المذهب 4: أولاها وهي أعلاها في درجة الوتر، وقد تقدم شيء من الكلام عليه، ثم يليه أو تليه صلاة العيدين، ثم بعد ذلك ما سيأتي من الكسوف والاستسقاء. وقلنا أن هناك من يجعل الخامسة وهي رغيبة الفجر التي عندنا في المذهب هي رغيبة، وعند غيرنا هي سنة مؤكدة مثل هذه المذكورات هنا. فقال: وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الناس والإمام ضحوة قدر ما إذا وصل حانت الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح بيسير يخرجون، بحيث أنهم يصلون المصلى وقد حان وقت أو حل النافلة، لأنها لا تصح إلا بعد أن تحل النافلة، ولا تحل النافلة إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا يأخذ نحو ربع ساعة بعد الشروق. فإذا قلنا الشمس تشرق على 7، إذن 7:15 يدخل أول وقت حل النافلة، وهو أول وقت صلاة العيدين. يخرجون إليها، وفيها سنة أماتها الناس، وهي سنة خروج النساء إليها. تجد النساء يخرجن للجمعة ويخرجن للتراويح، ولم يطالبن بالخروج لهذه، في حين أنهن لا يكاد يخرج منهن إلا القليل لصلاة العيدين، وقد أمرن بالخروج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالخروج، العتق، ذوات الخدور، وحتى الحيض، ويعتزلن المصلى. وحتى سئل عمن لا تجد جلبابا قال تلبسها أختها من جلبابها، فأكد عليهن في هذا الأمر. وكان أحيانا يخرج إليهن بعد انتهائه من الخطبة ويعظهن موعظة خاصة ويحثهن على الصدقة وغير ذلك. المهم أن صلاة العيد شهود النساء لها أفضل بكثير من شهودهن للجمعة وشهودهن للتراويح ونحو ذلك. نعم. يخرج لها النساء والإمام ضحوة قدر ما إذا وصل حانت الصلاة، هذا الوقت، وليس فيها أذان ولا إقامة اتفاقا، لا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام، بل إنه لا أذان ولا إقامة إلا للفرائض، لا يقام ولا يؤذن لغير الفرائض، وإن كان أحيانا قد ينادى في الناس بشيء من الصلوات غير الفرائض أن الصلاة جامعة كما في الكسوف، لكن ليس أذان، وليس في أذان ولا إقامة. فيصلي أي الإمام بالناس ركعتين يقرأ فيهما جهرا على غرار غيرهما من الصلوات التي تتضمن خطبة. كل نافلة نهارية تتضمن خطبة فإن القراءة فيها تكون جهرا، وقد مر بنا الإشارة إلى هذا. قال: ويقرأ فيهما جهرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما، يعني هذا المقدار من السور. ولا نعلم في نص مرفوع صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر والشمس وضحاها. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان يقرأ في العيدين ب4 سور. كان يقرأ إذا أطال القراءة في الأولى بقاف القرآن المجيد، وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر. وإذا قصر القراءة يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية. هذا الثابت المرفوع وجد من عمل التابعين رحمة الله عليهم من أئمة المدينة وكذا، من ذكر والشمس وذكر والضحى وذكر هذه السور، ولكن الأثر إنما جاء فيما ذكر.
قالوا أما سبح فقلنا واردة في النص. نعم شيخ. قال رحمه الله: ويكبر في الأولى 7 قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات لا يعد فيها تكبير القيام. واضح، هذا كله واضح، ليس تقريبا فيه خلاف إلا خلافا يسيرا للشافعي رحمة الله عليه، الذي كان يقول 7 تكبيرات من غير احتساب تكبيرة الإحرام، و6 تكبيرات من غير احتساب تكبيرة الانتقال القيام في الثانية. وأما الجمهور فعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو اختيار مالك، أو قول يكاد يكون شاذا أخذ به الأحناف مع الأسف وليس له مستند، وهو أنهم يكبرون 3 في كل ركعة. ليس له مستند، لا نعلم له مستندا. نعم. وفي كل ركعة سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم ثم يرقى المنبر ويخطب. واضح. نعم. ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. لم يرد في نص صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في العيد، وإنما ورد أنه خطب مطلق هكذا، ولكن القياس على الجمعة جعلهم يأخذون بالقول بخطبتين، وإلا فالذي ورد في كل النصوص إنما هو أنه استقبل الناس وخطب. ومعلوم أن خطبة العيد على خلاف خطبة الجمعة، إذ خطبة الجمعة متقدمة على الصلاة وخطبة العيدين متأخرة على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب أن يرجع في طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك. وهذا ثابت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويعود من غيرها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحر ما ينحر ليعلم ذلك الناس فذبحوه بعده. يذبحون بعده. هذه سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم تحضر له أضحيته إلى المصلى، فإذا انتهى من صلاته وخطبته ذبح أضحيته. هذا سنة، يعني إن أمكن إن تأتى لهم ذلك، وإذا تعذر فلا حرج إن شاء الله. نعم. وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك. واضح. نعم. فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك. واضح. ويكبر بتكبير الإمام في خطبته وينصت فيما سوى ذلك. يخلل خطبته التكبير، يخللها التكبير، يفتتحها بتكبير ويخطب ثم يكبر قدرا من التكبير، والأولى أن يكون وترا، ثم يخطب وهكذا. فإذا كبروا بتكبيره، وإذا شرع في الكلام الآخر غير التكبير يصغون لكلامه. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام منى، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع. هذا التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات المكتوبة أيام التشريق، أيام من اليوم الأضحى وأيام التشريق. وعندنا في المذهب أن ذلك يبدأ من ظهر يوم النحر، وعند غيرنا أنه يبدأ وهناك من قال من فجر يوم الأضحى، من صلاة الفجر، وهناك من قال حتى قبل ذلك، ولكن الروايات تعرض ما بين فجر يوم الأضحى أو ظهر يوم الأضحى، ويستمر هذا ل15 صلاة. نعم. والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يقول إن شاء ذلك: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك رحمه الله هذا والأول وكل واسع. روي عنه هذا وهذا، روي عنه الاقتصار على التكبير، إذا كبر أو ترى جعلها 3، وإذا جمع مع التكبير غيره بهذا اللفظ: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأحسن منه وأشهر منه وأقوى منه أن يثلث التكبير أيضا، فتكون الألفاظ وتر دائما: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 7 كلمات
دائما نعم. قالوا الأيام ثلاثة، وأيام المعدودات وأيام مينا، وهي 3 أيام بعد يوم النحر. غير ذلك، ولكن هذا المذهب وفي النساء. والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب. حسن عليه عمل من يقتدى به من سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، فكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو معروف عنه شدة الاقتداء شدة الالتزام الحر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يخرج إلى العيد أبدا إلا على إثر طيب وتجمل. يستحب وليس واجب، لم يؤمر به في نص نقول وأنه حسن لعمل الصحابة ممن يقتدى به هذا الأمر. نعم. يستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب، الغسل والطيب والتجمل بأحسن الثياب، كل ذلك مما أطلق العلم على استحبابها واستحسانها على. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في صلاة الخسوف: صلاة الخسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته أولا، ثم يرفع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد السجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا ويقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يسجد ويسلم. ثالثة السنن المؤكدة في المذهب: الوتر ثم العيدين ثم الخسوف. والخسوف والكسوف يطلقان معا ويراد بهما خسوف الشمس وخسوف القمر، لكن إذا اجتمعا افترقا. إذا ذكرتهما معا فيكون الخسوف للقمر والكسوف للشمس، وإذا ذكرت واحدا منهما يدخلان فيه معا. ولم يقع الكسوف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل منذ هجرته إلى المدينة، إلا مرة واحدة، كان ذلك يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام، فحصل الكسوف في ذلك اليوم، حتى قال الناس المقالة المشهورة، مقولتهم المشهورة: خسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما سمع صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أنكره ورده ولم يقره، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما، فإذا رأيتم ذلك فصلوا أو فاعمدوا للصلاة. إذن ما وقعت إلا مرة واحدة، وتصلى بهذه الصفة التي ذكر هنا، وهي صلاة لا نظير لها عند في الدين، لا تعرف صلاة تشابهها: قيامين في ركعة واحدة ثم قيامين في ركعة واحدة، لا يعرف هذا في غير هذه الصلاة، لا يوجد أبدا، لا توجد صلاة تشابهها، حيث يحرم الإمام أو المصلي ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن ويركع، ثم إذا رفع عن ركوعه عاد للقراءة من جديد ويرفع نفس الشيء ويركع، ثم إذا رفع نزل الآن يسجد على النحو المعتاد، سجدتين على الصياغ المعروف، ثم يفعل في الركعة الثانية نفس ما فعل في الأولى: قيامين في ركعة، يعني ركوعين في ركعة، والقراءة مرتين في كل مرة في كل ركعة. هذه هي الصفة الصحيحة. نجد ألفاظا من حديث أو من قصة صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف تختلف عن هذا، نجد منها حتى في صحيح مسلم، ولكن مسلما رحمة الله عليه حين أورد 3 ركوعات في ركعة و4 ركوعات في ركعة، كل ذلك لم يرده اعتمادا، وإنما أورده للتعليل لبيان ما فيه من العلة، إذ الواقعة واحدة، فلا يمكن أن يكون قد فعلها بصيغ مختلفة وهي لم تتكرر في حياته صلى الله عليه
عليه وسلم. فكل من له دراية بالحديث ومنهجية العلماء وكذا يعرف أن الذي اعتمده مسلم هو هذا اللفظ، وأنه أورد بقية الألفاظ الأخرى للدلالة على ما وقع فيها من أوهام وأخطاء لرواتها. إذ لو كانت الواقعة وقعت عدة مرات كما هو حال صلاة الخوف لقلنا في كل مرة فعل شيء مختلف. أما وقد تتكرر إلا واقعة واحدة فلا تكون ثلاث الشيخ رحمه الله الذي عليه العمل، وذلك وعليها بعض الرواة لا يتابعون عليها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل، وليس في صلاة جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا وكسائر ركوع النوافل. زين. وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. جيد. ثم قال أن من صلى وحده يفعل ما فعلت الجماعة في المساجد، نفس الشيء ولا فرق، ويحضرها كل من أمكنه الحضور من باد من حاضر وباد، ومن مقيم ومسافر، ومن رجل وامرأة، لأن النساء شهدنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف كما هو معلوم في حديث أسماء رضي الله عنها حين دخلت على أختها فوجدها تصلي خلف الناس، ومعروف الحديث المهم على كل. فإذا على كل يحضرها كل من أمكنه حضورها، فهي السنة في حق الجميع. ثم ذكر خسوف القمر فقال: هذا ليست له صلاة مخصوصة يصلى له، ولكن ليس على نفس المنوال الذي صلى فيه به صلاة الكسوف، إنما على النحو المعتاد في الصلوات، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كل مرة يصلي ركعتين، وإذا سلم منهما نظر هل انجلى البدر أم لا. إن انجلى توقف عن الصلاة، إن كان ما زال هناك خسوف زاد ركعتين ثم ركعتين، وهكذا إلى أن ينجلي البدر أو يطلع الفجر. هذا مذهب مالك رحمة الله عليه ومذهب الأكثرين من أهل العلم. خالف في ذلك الحنابلة فقالوا: بل صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس، لأنه ما ذكر في حديث واحد، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين صفة أدائهما، فذكر إن الشمس والقمر وقال: إذا رأيتم ذلك فصلوا. قالوا إذا صلاة واحدة لا فرق. جيد. وقالوا نحمل المطلق على المقيد، هذا جاء مقيد بصفة معينة والقمر جاء مطلقا فنحمله عليه على قواعد الأصوليين وكذا. المالكية قالوا لا، هذه أي الخسوف معلوم أن وقوعها أكثر من الخسوف، ولا تكاد تمر سنة أو سنتين إلا وحصل الخسوف على الأقل مرة في شهر من شهور السنة. فما دام كثير الوقوع ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الناس، عرفنا أنه على النحو المعتاد نصلي له كما أمر، ولكن ليست له صلاة متميزة عن غيرها من الصلوات. هذا المذهب هو الذي أخذ به الأكثرون، والحنابلة ذكروا ما قلنا له. ثم قال: ليست هناك خطبة إلا أن هناك موعظة أو زجر، وهذا خلاف لفظي، كلام مستقبل الناس تكلم لهم، سميه خطبة سميه موعظة سميه زجر، لا ينبني على هذا عظيم اختلاف. هناك موعظة أو زجر فهي خطبة تسمية. على كل يعظ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من صلاته أقبل على الناس وبين لهم أول نهاهم عن هذه المقولة التي هي أن الشمس قد خسفت بسبب موت ابنه إبراهيم عليه السلام، ودحض ذلك وبين لهم ما فيه من الخطأ وعادهم إلى الصواب والسداد، ثم وعظهم وذكر الجنة والنار وغير ذلك كثير. فهي خطبة أو موعظة إذا سميتها به، فليس هناك فرق كبير، إلا أن القراءة فيها في صلاة الكسوف اختار مالك رحمة الله عليه أن تكون القراءة سرا، واختار بعض أهل العلم من الأئمة المتبوعين أن تكون القراءة جهرا، وأخذوا بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. ولكن هذا الحديث من أشكل ما وقفنا عليه، أكثر الأحاديث إشكال الحديث صحيح، هو صحيح عنها قطعا قالت هذا الكلام، ولكن كيف أنه جهر
ولا يوجد أحد في الدنيا حفظ ما قرأ. كيف هذا؟ كل من حضر وهم ذهل أصابه ذهول فلم يحفظ ما قرأ. ليس من بين من حضر أحد يقول قرأ كذا وكذا، فاحتاجوا إلى التحذير يعني التقدير. حذروا وقدروا ذلك في قيامه الأول بقدر سورة البقرة، وفي قيامه الثاني بقدر سورة آل عمران، وفي قيامه الثالث بقدر سورة النساء، وفي الثالث بالمائدة. هذا التقدير ما الذي دفعهم أو لجأهم إلى أن يقدروا؟ لو كان جهر لعرف واحد منهم على الأقل ما قرأ، ولا استغنوا بسماع ما قرأ عن أن يحتاجوا إلى أن يقدروه. فلا ينسجم أن نقول أنه جهر ولم يعرف أحد ما قرأ حتى احتاج إلى أن يقدر. في كل صلاة صلاها وجهر فيها تجد يقول لك ما قرأ مطلقا. قالوا قرأ في فجر الجمعة بكذا، وفي صلاة العيدين بكذا، وفي صلاة الجمعة بكذا، يعني مطلقا. هنا ما في أحد يقول لك قرأ كذا وكذا. هذا دليل قطعي على أن هذه الحديث لعل فيه تصرف للرواة. إيراد البخاري له البخاري ومسلم رحمة الله عليهما التزم الصحة، ركزوا جيدا، ولكن لا بد أن نعلم أنهما التزما بماذا؟ الذي يهمهما صحة نسبة القول إلى قائله. هل أصاب أم أخطأ؟ لا يهمه أنه هذا القول فعلا ثابت عن هذا القائل. أصاب فيه أخطأ بدليل ماذا؟ بدليل مثلا أنه ما أخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما محرمان، ومعلوم أنهما ما كانا محرمان، والمحرم لا ينكح ولا ينكح، وإنما عقد عليها وهما محلان بصرف. المكان سبحان الله الذي عقد عليها به وبنى بها فيه هو نفس المكان الذي ماتت فيه ودفنت فيه رضي الله عنها أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة عبد الله بن عباس بالمناسبة. أمه أم لبابة ميمونة، أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهذه ميمونة بنت الحارث الهلالية أختها، فهو ابن أختها، ولكن مع ذلك نظرا لصغر سنه وهم في هذا، لأن غيره هي نفسها أكدت أنهما محلان. وأبو رافع وكان الواسط بينهما قال هما محلان، والقول قولهما، هي أدرى بواقعها وبأمرها، والنصوص تؤكد ذلك. مع هذا نجد أن حديثه موجود عندهم، لأنه الذي يهمهما صحة نسبة القول إلى قائله. أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال أنه ما صلى فيها، هل أصاب أسامة أم أخطأ؟ ما أصاب، وهم أو أصابه ذهول. وإلا فبلال رضي الله عنه الذي كان معه أثبت أنه صلى ركعتين في الموضع الفلاني، جعل كذا عمودا عن يمينه وكذا عمودا عن شماله، يعني الحفظ تام. فالقول قول بلال، فنقول هذا لا ينبغي يخرجه لأن القول صح عن قائله، ولكن هل أصاب فيها مخطأ شيئا؟ فهمنا هذا الذي يهمه صحة نسبة القول إلى قائله، لا كونه قد أصاب أم أخطأ، ولكن يورد لك ما يدل على وهمه أو خطئه. فعموما الظاهر والله أعلم أن هذا في بعض الصروف وما رواه ذلك وهم شيء يكون جهر ولا أحد يذكر ما قرأ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس. قال: فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، ويتشهد ويسلم. هذه هي الرابعة من السنن المؤكدة، صلاة الاستسقاء. والاستسقاء السقيا من الله تبارك وتعالى. إذا حصل موجب لذلك، هو إما الجفاف، وإما انقطاع الأمطار، وإما نضوب الآبار، وإما مهم أي شيء مما يستوجب أن يلجأ الناس للسقيا، فيسن لهم أن يطلبوا السقيا. والاستسقاء
هناك الاستسقاء الاستقلالي والاستسقاء التبعي. الاستسقاء الاستقلالي هو الذي يقصده هنا، وهو ذاك الذي يخرج فيه الإمام بالناس إلى المصلى أو إلى المسجد في وقت معين، ويخطب بصفة معينة، ويصلي ركعتين، ويدعو بدعاء معين، ويقلب رداءه كما سيأتي. هذا نسميه ماذا؟ الاستسقاء الاستقلالي. والأما الاستسقاء التبعي فكما استسقى على منبره صلى الله عليه وسلم في الجمعة. دخل رجل فشكى إليه حاجة الناس وأنه تقطعت السبل وكذا وكذا، فاستسقى صلى الله عليه وسلم، رفع يديه الشريفتين ودعا. هذا استسقاء ايش؟ تبعي، ما صلى صلاة خاصة، إنما صلى الجمعة يومئذ. فذكر الكلام هذا واضح إن شاء الله. نعم. الأصل أن يخرج لها روحا وتقام في المصلى الذي تصلى فيه صلاة العيد. هذا حيث يوجد مصليات تسع الناس، كما عندنا مثلا الكثافة السكانية قليلة، هناك مصليات تسع الناس. في المدن الكبرى ما شاء الله حيث الناس بمئات الآلاف وربما الله يبارك ملايين، ما في مصليات تسع، هم يصلون في المساجد، لا إشكال فيها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب، ثم جلس، ثم قام فخطب. واضح. فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه ما على منكبه الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، وليفعل الناس مثله وهو قائم، ثم يدعو كذلك، ثم ينصرف وينصرفون، ولا يكبر فيها ولا في الكسوف غير تكبير الخفض والرفع، ولا أذان فيهما ولا إقامة. يعني هذه هي صفته. فإذا صلى ويستقبل الناس ثم يوليهم ظهره، يستدير ويوليهم ظهره ويستقبل القبلة، ويحول رداءه بأن يجعل ما كان على يمينه على شماله، وما كان على شماله على يمينه من غير تمييز. لا يقلب الرداء، لا يصير ما كان أسفل أعلى ولا العكس، وإنما ما كان أسفل وما كان أعلى، ما كان على اليمين صار على الشمال. وطريقة ذلك تعرفونها. ثم يدعو الناس ويقلب الناس أرديتهم. انتبه، يقلب الناس أرديتهم، لا أقمصة ولا ثياب ولا، إنما الرداء على وجه الخصوص. من لبس منهم رداء يقلب، لا أنه يقلب قميصه وكذا وأنواع الألبسة الأخرى. هذا لا قلب خاص بالرداء، هو الذي يسهل قلبه، والذي لولا أنه رداء لما حاجة لا يجعل ما كان على أسفل وينبهون على هذا، لأنه الذي يتأتى في الأمن. إذن لا يقلب القميص، إنما القلب خاص بالرداء. فإذا قلب الناس أرديتهم اقتداء بإمامهم، حيث أمروا بأن يقتدوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويستقبل القبلة ويدعو. لم يذكر كيف يرفع يديه، لم يذكر ذلك، ولكن جاء في كثير من الآثار الصحيحة أن الدعاء في هذا الموضع يختلف عن غيره في سائر المواضع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حين دعا في هذا الموضع جعل بطون يديه شريفتين إلى الأرض، كان جاء في بعضها إلى وجهه، ولكن في إلى الأرض هو لا نعرف هذا إلا في دعاء الاستسقاء